إنها معركة الحسم، القمة التي ستحدد من سيصعد إلى الرابطة الأولى. اتحاد الحراش وصيف الترتيب ب5 نقاط فقط تفصله عن المتصدر. مستقبل الرويسات كل شيء على المحك. ان شاء الله مباراة الموسم هذه ان شاء الله نكونوا احنا الفائز فيها من اجل هذه الولاية ومن اجل الفريق ان شاء الله. رسالة للجمهور، بينوا قدراتكم وبينوا طموحاتكم، اللي عندنا جمهور اللي يستاهل يكون في الناسيونالين، وولايه كما هذه لازم تستاهل تكون في الناسيونالين، وان شاء الله تعبنا ما يروحش باطل ان شاء الله. لكن قبل صافرة البداية الجدل يشتعل. أزمة التذاكر، تحفيزات غير مسبوقة، شحن جماهيري، قرارات أمنية وحقوق بث معلقة. من سيفرض كلمته؟ أصحاب الأرض الذين يبحثون عن تأمين الصدارة أم الضيوف الذين لا يقبلون سوى بالعودة بالنقاط الثلاثة؟ مستقبل الرويسات في الصدارة ب48 نقطة، سجل 27 هدفا واستقبل 8 فقط. قوة هجومية ودفاع صلب، لكن اتحاد حراش خلفه مباشرة ب43 نقطة وهجومه أكثر شراسة ب34 هدفا. في الذهاب اتحاد حراش تفوق بهدف نظيف، لكن الآن المباراة تقام في ورقلة والمنافس استفاد من دعم جماهيري وتركيزات لا تصدق. أزمة التذاكر وتداعياتها: 250 تذكرة فقط لأنصار الحراش الذين يطالبون ب1800 تذكرة حسب القانون، حسبهم طبعا. الإدارة ترفض، الأنصار غاضبون، والبيع في السوق السوداء يشتعل. فهل سيؤثر ذلك على الأجواء أم أن روح التحدي ستنتصر؟ في معسكر الرويسات وابل من التحفيزات، مكافآت مالية، عمرات لأفضل اللاعبين، وحتى هواتف آيفون لكل من يسجل هدفا. لكن اتحاد حراش ليس غريبا عن التحديات. الفريق حقق 7 انتصارات في آخر 8 مباريات وفاز خارج أرضه ب4 مرات متتالية. الفريق يعرف كيف يتعامل مع الضغوط، لكن هل سيكون ذلك كافيا؟ المواجهة ستلعب في ملعب 18 فبراير بورقلة، لكن المفاجأة الكبرى حقوق البث بيد الفيفا. المباراة قد تبث على فيفا بليس فقط، وإن لم يحدث الفريق المستضيف قد يواجه عقوبات وخصم نقاط. هل سينجح الحراش في قلب الطاولة وتقليص الفارق إلى النقطتين فقط، أم أن مستقبل الرويسات سيؤكد جدارته ويقترب خطوة نحو الاحتفال بالصعود؟ من ترشح للفوز؟ هل ترى أن قرارات التذاكر عادلة؟ وهل التحفيزات ستصنع الفارق؟ شاركنا رأيك في التعليقات، وموعدنا يوم الخميس لمعرفة الحقيقة على أرض الملعب. على كل حال نحمد ربي ونشكره على هذا الفوز بجدارة واستحقاق. لعبنا ضد فريق محترم جدا، لكن نعود نتحقروا يا عمي. اتحاد الحراش فريق كبير، لاعبين في المستوى، مجموعة تتغلب على الفرديات، كنا كتلة واحدة. نهدي هذا الفوز للوالدة، ربي يحفظها لي، للعائلة ديالي. لاعبين مشكورين، ربي يوفقكم وربي ينجحكم وربي يعطيكم على حساب نيتكم. نهدوا هذا الفوز للجمهور هذايا، الجمهور هذا تاع ناسيونال هذا فيهم، وبربي ان شاء الله باذن الله حبه حبه. حنا لوبجيكتيف تاعنا هو الصعود، ما جاتش كنا لوبجيكتيف تاعنا نطلعوا الحراش الناسيونال، وان شاء الله تكون منافسه شريفه، وباذن الله خلونا نفرحوا بهذه الفيكتوار باش نحضروا نفوسنا للبطوله ان شاء الله.